السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد بطريقة جميلة جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم. عايزة اوريكم بس الكحك من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ عايزة اوريكم بس الكحك من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جدا. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف احنا عملناه ازاي. احنا عملناه بحشوة الملبن والمكسرات وشوية من القرفة. ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا. انا هنا عندي 2 كيلو من الدقيق منخولين. هحط عليهم الاول رشة من الملح وشوية من السمسم، وهحط معلقة من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من اللبن البودر ومعلقة من البيكنج باودر وهقلب المكونات الجافه بتاعتي دي كده كلها كده مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هحط روايح الكحك بتاعي فانيليا وموز. هحط الفانيليا وهنحط روايح الموز. بسم الله. عندي بعد كده الملبن بتاعي حطيت عليه معلقه من السمنه او الزبده، وهضيف عليه عين جمل وسوداني ورشه من القرفه. الحشوه دي بتبقى جميله جدا. طبعا انا هعجنهم كلهم مع بعضهم وهبتدي اقطع الملبن بتاعي بالنشا. هيبقى سهل جدا معايا. وبعد كده هقولكم حبايبي احنا هنعمل ايه. طبعا انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. هنحتاج كيلو 200 جرام من السمنه. لو عايزاه خشن هتحطي على الكيلو الدقيق 400 جرام من السمنه. انا بحط نص السمنه مقدوح والنص التاني على البارد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب بالراحه. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. وهجيب النص السمنه التاني وهضيفه عليه وهبس بقى بايدي. هضيف بقى بقيه السمنه بتاعتي. اهم خطوه بقى في الكحك ان انت تبسيه كويس بايدك. طبعا هيبقى جنبي كوبايه من ميه او كوبايه لبن عشان نعجن بيها. كده انا لميت العجينه بتاعتي خلاص وانا هبتدي بقى اختبرها معاكم. احنا بنختبر العجينه بنكورها كده شبه الكوره وبنغوص فيها كده بصبعنا. لو ما فتحتش من الجنب تبقى حلوه. هي كده بسم الله ما شاء الله جميله. هنبتدي بقى نغطيها باي كيسه بلاستيك وهنبتدي نشتغل فيها. هنجيب بقى العجينه بتاعتي وهبتدي احشيها بحشوه الملبن والمكسرات والقرفه اللي احنا عملناها مع بعض. وهبتدي اقفل العجينه بتاعتي وانقشها. انا بحب انقش الكحك. هو الحجم ده كده كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي بالشكل ده. وممكن اشكلها اشكال تانية. انا بحب جدا انقش الكحك. هنخلص بقى كل الكميه اللي معايا. كده يا حبايبي انا خلصت نقش الكحك كله. هندخله بقى نوديه الفرن يستوي
وبعد كده هوريكم حبايبي شكله بقى عامل ازاي. هنحط بقى عليه السكر. وده حبايبي شكل الكحك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله الكحك شكله عامل ازاي، ما شاء الله. التسوية بتاعته جميلة جدا، قعره زي وشه ما شاء الله، حلو جدا.